السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في القناة. فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن الفري ميل أو الشيت دي أو الفري دي أو اليوم المفتوح مهما كانت التسمية. الشيت ميل دي أو الفري دي فري ميل عبارة عن وجبة في يوم في الأسبوع أنت بتختاره تاكل فيه نفسك فيه. تاكل فيه أي حاجة من الممنوعات، مكرونة بشاميل، فيش بومبار، فتة، بسبوسة، حتى كمان من الفاكهة، موز، تفاح، الحاجات دي. بس مش معنى كده ان هو اسمها فري دي او اليوم المفتوح ان انت تاكل بالشراهة، ان انت تفتح الرابع يعني. لا، انت تاكل اللي نفسك فيه في يوم واحد في الاسبوع بس بكميات معينة. وتخلي بالك وانت ما تاكلش كتير، وفي نفس الوقت برضه كمان تواظب على الرياضة. يعني انت مش تاكل وتبطل رياضة، لا، في اليوم ده الرياضة أهم حاجة. أنا لما لما ابتديت نظام الرجيم بتاعي ما عملتش كده في الأول. كنت ابتديت نظام رجيم قاسي، ممكن دي غلطة كبيرة ارتكبتها، لأن في أول رجيم أنا ابتديت أعك جامد ومبقتش عارف ألتزم بنظام الرجيم ومش عارف أكمل فيه. وقعدت فترة ألتزم يومين وأرجع ألخبط، وألتزم يومين وأرجع ألخبط. يمكن لو كنت عملت نظام اليوم المفتوح أضفت نظام الرجيم ما كانش ده حصل. يمكن كنت التزمت بنظام الرجيم وكملت. أنا كان المفروض نظام الرجيم اللي أنا عملته كان المفروض هو أنا كنت 180 كيلو، يعني كنت عشان أنزل محتاج 10 أشهر. لو في الشهر مثلا هنزل 10 كيلو محتاج 10 أشهر. أنا دلوقتي بقالي أكتر من سنة، داخل على سنة والشهر دلوقتي، ولسه عندي 100 كيلو. لو كنت أنا في أول رجيم كنت عملت نظام اليوم المفتوح ده، يمكن كانت الفترة قلت شوية وبقى كنت عملتها خسيت في 10 أشهر، بدل ما أنا لحد دلوقتي بقالي على سنة ونص لسه عند ميزان 100. وانت لو هتبتدي كمان ده اهم حاجة ان نظام اليوم المفتوح لان انت في الاول هيكون لسه الموضوع صعب عليك. فنظام اليوم المفتوح ده هيساعدك ان انت تكمل الرجيم وانت تستحمل الرجيم، لان انت هتقعد اسبوع من غير 6 ايام من غير حرمان. فانت اليوم اللي هو الاخير اللي هو اليوم المفتوح هيخليك انت تستحمل، وان انت في يوم في الأسبوع هتاكل فيه الحاجات اللي أنت نفسك فيها. ولو أنت أول مرة تعمل رجيم أنصحك بشدة إن أنت تضيف نظام اليوم المفتوح لنظامك الغذائي ونظام الرجيم. وعشان كده أنا قررت أضيف نظام الرجيم بتاعي نظام اليوم المفتوح ده، لأن أنا في شهر 10 اللي فات أنا كنت بعاني جامد بخصوص إن أنا ألتزم بنظام الرجيم. من أول شهر 10 لحد تقريبا 4 نوفمبر، 4/11، أنا كنت بعك في الأكل، مكنتش عارف ألتزم بنظام الرجيم. كنت أعك يوم وأرجع أكمل، أقول عادي ما حصلش حاجة، أكمل نظام الرجيم بتاعي وأرجع أعك تاني. عشان كده قررت إن أنا أضيف نظام اليوم المفتوح بتاعي واليوم المفتوح هيكون من أول الأسبوع الجاي، هيكون يوم الجمعة. وهجرب مع نظام اليوم المفتوح يمكن عشان أحاول ألتزم بنظام الرجيم. ودي مش أول مرة. أنا في أول ما ابتديت نظام الرجيم جت عليا فترة شهر في رمضان، كان بعد رمضان من شهرين برضو نفس الحكاية. قعدت فترة تقريبا شهرين بعك، مش عارف التزم بنظام الرجيم ومش عارف اظبط نفسي. خدت لي شهرين لحد ما ثبت على نظام الرجيم. وعشان يمكن لو كنت حطيت نظام اليوم المفتوح كنت الموضوع كان هيبقى اسهل بالنسبة لي. فالنظام اليوم المفتوح ده مهم جدا جدا جدا، يمكن اهم يوم
في الرجيم، أهم وجبة في نظام الرجيم لازم تلتزم بيها ولازم تضيفها لنظامك الرياضي، نظامك الغذائي. وده كان فيديو النهاردة، وريت تكونوا استفدتوا حاجة، وشكرا ليكم، ومع السلامة.